بمسحه واحده عالجي سواد السنين، هتشيلي الكلف، النمش لو زعجك، هتشيلي تصبغات الحبوب، اثار الحبوب، هتشيلي الفروقات اللي ما بين الجلد من مكان لمكان. اول حاجه هتستعمليها هي انك هتجيبي بيضه وتستعملي بياض البيض بتاعها، البياض مش الصفار يا بنات. وبعد كده هتنزلي عليها بمعلقه من الرز، رز مطحون ممكن تطحنيه عند العطار او عندك وتستخدمي معلقه واحده بس صغيره. بعد كده هتبداي ان انت تجيبي معلقه من القهوه وتقلبيها كويس جدا لحد القوام ما يكون قدامك بالشكل ده. هتبداي تفرديها كويس جدا على المنطقه اللي مراد تفتيحها، مناطق حساسه بقى، البكيني، الاندر ارم، البشره، الوجه، الرقبه، كامل الجسم. ممكن تعملي كميه كبيره وتحطي كامل الجسم، تحفه بجد يا بنات تحفه. وبعدين هتستني عليها حوالي 15 دقيقه وبعدين تشطفيها. والمكان اللي انت هتحطي عليه الماسك ده ممكن تحطي بعده اي مرطب، بعد ما تغسلي الوصفه تحطي اي مرطب عندك. حرفيا هتدعيلي لما تشوفي التفتيح، النعومه وبياض المكان ده.